دايما لما بنشوف نجمة او نجم مش مصري ومتقن للهجة المصرية بنقف شوية عن الموضوع ده، لان في نجوم كتير عاشوا في مصر كتير وقدموا اعمال وكانوا لا يتقنوا المصرية. عائشة بتتقن اللهجة المصرية بطلاقة، ودي حاجة احنا حتى بنحبها قوي، يعني اللي هو ايه، يا رب تطلع مصر، عارفة اللي هو احنا عايزينها، انت تبعنا انت معانا. ما بنعرفش نفرق ابدا. في ناس كتير ما كانوش يعرفوا يمكن حتى من الاسم، ممكن الناس تقولك لا ده اسم مثلا شهرة او كده، بس انت بتتقني اللهجة المصرية. عملتي ده ازاي؟ اتعلمتيه؟ شفتيه في اعمال؟ يعني احكي لي عنه اكتر. هو انا شايفه ان انا لسه مش بيرفكت قوي، يعني مم. لسه بحس ان انا في يعني حاجات عايزة. عشان بس كده دي دايما شخصية لما عائشة. ببعت فويس بالمصري دايما اسمعه تاني اوكي. عشان اشوف فين قلت المشكله. حاجة صح لو في ولا؟ حاجه مش تمام، وانا لما بتفرج على نفسي برضو باخد بالي لما بيبقى في كده اللحن مش تمام او مم. الكلمه طالعه غلط، وبحاول برضو اشتغل على نفسي على الموضوع ده. لسه بحس ان انا حتى لو بتكلم مصري كويس لسه في الروح بتاع الست المصرية لسه مش قفشاها قوي. مم. يعني ببقى لسه عندي الحتة دي لازم اشتغل عليها اكتر. ده انا مثلا بشتغل مع استاذة القاء على الموضوع ده. بحاول اتفرج كتير، بسمع كتير، بحكم ان انا عايشة برضو هنا، فصحابي فاخدتي كلهم مصريين، فبلقط منهم برضو، بلقط من يعني من كل الناس، مش مم. من كاتيجوري معين يعني، لا من كل الناس بحاول اسمع من دي ومن دي ومن دي ومن دي. فان شاء الله ده يعني دي لا نتيجة احنا دي بعدين. النتيجة الحلوة. شوفي احنا شايفينها حلوة، انت لسه شايفة اللي لسه، عشان لسه انت دايما بتقفي لنفسك عند الحاجات يعني، ودي حاجة كويسة ان الواحد فينا يقعد يشوف ايه اللي ناقصه عشان يزوده اكتر. بس بتشوفي مين اكتر حد ممكن تكوني فنان مصري او فنانة حتى من الزمن الجميل زي ما بنقول اثر في الموضوع اللهجة دي واللغة دي في عائشة؟ مين اكتر مثلا ممثلين حببتك اصلا في الموضوع؟ بتقعدي تسمعيهم كتير او مغنيين يعني؟ مش مفيش حد ما معين حدش معاك الصراحة في كتير يعني، دماغي. ممكن نقول الفن بشكل عام او ان انتي بشكل بتتابعي بشكل عام ايوه ده خلاكي اكتر تبقي بتتقنيها يوم بحاول عن يوم. اتفرج اكتر على الحاجات الشعبية، هم. عشان زي ما قلت لك روح الست المصرية، يعني ايوه. الست الشعبية ازاي بتتكلم، ازاي بتدوس على الحروف، ازاي البادي لانجوج بتاعتها نفسها بالظبط. بتختلف. فبحاول اركز مع الحاجات دي اكتر دلوقتي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.